ايه يا معلم، مش قلت لي ان انت كان في كورس جامد جدا وانت قلت لي بس الكورس دوت هيخليك تعرف تتكلم انجليش كويس؟ ايوه يا عم، كان في كورس جامد. طب ايه ما بدأتش في الكورس دوت ليه وما خدتوش ليه؟ بس انا قلت ايه، هبدأه بكره ان شاء الله. بكره؟ ايوه ايوه. طيب ماشي. بس اعتقد انت قلت لي امبارح ان انت هتبدأه بكره، صح؟ ايوه يا ابني، ما انا قلت لك امبارح هبدأ بكره، وان شاء الله باذن الله بكره. ممكن اقول لك ابدأه بعده. طب بقول لك ايه، انت دلوقتي كده عندك مشكله وهي اسمها المماطله او التسويف، وانك بتكون عايز تعمل حاجه ما بتعملهاش، انت عاوز تعملها بس ما بتعملهاش. ف تحب اقول لك الحل؟ والله يقول لي بسرعه، ده انا بجد نفسي جدا حد يقول لي الحل دوت عشان ابدا اخد الكورسات اللي انا عاوزها وانجح بقى اتكلم انجليش بقى وابقى جامد جدا. طيب خد تعالى واتفرج على الفيديو دوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. فيديو النهاردة قلت اعمل فيديو بيتكلم عن مشكلة تقريبا عند اغلب الناس، والمشكلة ديت في ناس كتير مش لاقي حل، وشاف فيديوهات كتير بس للأسف مش عارفين يحلوا الحوار دوت. انا بقى طالما عملت الفيديو دوت يبقى لازم تركز جامد جدا، عشان بجد يعني بعد الحلقة ديت ان شاء الله انت مش هيبقى فيه مماطلة او تسويف بنسبة كبيرة جدا في حياتك. انا جبت المشكلة وقلت لازم نعرف الاول يعني ايه مماطلة وتسويف، ايه الاسباب اللي بتخلينا نماطل او نسوف اي حاجة في حياتنا، والجزء الاهم اللي هو اخر جزء في الفيديو، اهم جزء حرفيا، وهو علاج المماطلة او التسويف. فكفاية كده كلام تشويقي، وانزل بسرعة اضغط لايك وسبسكرايب. ولو انت اول مرة تشوفني احب اقولك منور جدا في قناتي. انا محمد سعد، بنزل 3 فيديوهات كل اسبوع. يوم السبت فيديو عن تطوير الذات، ويوم التلات فيديو عن ثانوية عامة بما ان السنة اللي فاتت كنت ثانوية عامة وكده، ويوم الخميس فيديو تعلم حاجة جديدة في 15 دقيقة بس. فلو انت مهتم بالمحتوى وعجبك المحتوى دوت انزل اضغط لايك وسبسكرايب، ويشرفني جدا وجودك في قناتي. يلا بينا نبدأ الفيديو. في البداية كده خلينا نقول يعني ايه مماطلة او تسويف. مماطلة او تسويف يعني انت لازم تعمل حاجة بس للأسف ما بتعملهاش. مثلا قلت انا هاخد كورس في مثلا في الانجليش، في اي لغة، في اي حاجة ليها علاقة بمجال شغلي، مثلا في اي حاجة ليها علاقة بمجال دراستي. هتاخد كورس، هبقى اخد كورس النهارده ان شاء الله هبدأ في الكورس، بكره ان شاء الله هبدأ في الكورس، وللاسف ما بتبدأش. مثلا انا هروح الجيم، تمام؟ لا بص، بكره ان شاء الله هروح الجيم. بص، هو اخر ميعاد بكره ان شاء الله اروح الجيم، وللاسف ما بتروحش الجيم. فهو دوت المماطلة او التسويف، انك عايز تعمل حاجة بس للاسف ما بتعملهاش. نخش على تاني جزء، وهو ايه الاسباب بتاعت المماطلة او التسويف. بصوا خلينا متفقين ان كل واحد غير التاني، فممكن يكون انت السبب مثلا بالنسبة لك ان انت عندك شغل ومثلا ما عندكش وقت وي، وواحد تاني يكون قاعد اصلا ما بيعملش حاجة خالص بس برضه بيماطل ويسوف عادي جدا. فخلينا متفقين ان الاسباب مختلفة، بس في سبب رئيسي، وهو انك بتسمع كلام نفسك. ايوه، بسمع كلام نفسي ازاي يعني؟ مش فاهم، هفهمك دلوقتي. ممكن مثلا انت تكون عاوز تبدأ في اي حاجة زي ما قلنا كورس او جيم، دوت مثالين يعني، تمام؟ نفسك بتفضل تقولك ايه، او عقلك بمعنى صح يفضل يقولك انت عاوز تبدأ ليه يعني؟ طب انت عاوز تاخد كورس ليه؟ عاوز تتعبني ليه وتفرهدني معاك ليه؟ ما انت كده حلو. طب مثلا هتنزل جيم، يا عمي هتقطع عضلاتك وهتتعب وهتبذل مجهود ليه يعني؟ طب ما في ناس كتير ما بتروحش جيم ولا اي حاجة وزي الفل، ليه تتعبني معاك؟ ليه تفرهدني معاك؟ فنفسك هتفضل تقولك ايه، لا بص الكورس ده ما تبدأش فيه، الجيم ما تروحش، اي حاجة انت عاوز تعملها بص هيريحك بقى اللي هو ايه، كحتة مسكن. بكرة ان شاء الله، بص بكرة هنبدأ الحوار ده. يوم الخميس لا بص ده خلاص، نبدأ ان شاء الله يوم السبت، بداية الاسبوع بقى بحماس وطاقة وبتاع، وهكذا.
وفي الاخر هينتهي بيك الموضوع انك للاسف مش هتعمل اي حاجة. فالاسباب زي ما قلت لكم مختلفة، بس السبب الرئيسي وهو نفسك. نخش بقى على اخر حاجة في الفيديو، اخر جزء، وانا شايف من وجهة نظري ان دوت اهم جزء حرفيا في الفيديو: علاج المماطلة او التسويف. العلاج بكل بساطة وهو هيكون مبني على اساس وهو تغيير السلوك. تغيير السلوك ازاي؟ انك مثلا بتماطل وتسوف، احنا عايزين نغير السلوك دوت لسلوك الالتزام والانضباط، وانك مثلا اي حاجة عاوز تعملها على طول. مش عايزين مماطلة وتسويف، وانك تكون منضبط وملتزم. جميل جدا. فالفكرة وهي تغيير السلوك. هنغير السلوك ازاي؟ برضو مش فاهم، هفهمك دلوقتي. بس الاساس بتاع العلاج وهو تغيير السلوك. اول حاجة علشان نغير السلوك اللي هو المماطلة والتسويف ونخليه انضباط والتزام، وهو تحديد انا هعمل ايه دلوقتي. لازم تفكر وتقول لنفسك انت عايز تعمل ايه. عايز تاخد كورس، ولا عايز تنزل جيم، ولا عايز يعني دول بس مثالين انا بتكلم فيهم في الفيديو عشان اعرفكم يعني كمثال بسيط بس. لكن طبعا المماطلة والتسويف ممكن تكون في حاجات تانية كتير. حدد انت عاوز تعمل ايه. حدد انا مثلا دلوقتي قررت اعمل كذا، حلو، هعمل كذا بالظبط. ما تخليش الموضوع غامض، عشان لو الموضوع غامض هيبقى كل حاجة ممكن تعملها. مثلا انا عايز العب رياضة، ماشي، العب رياضة. اني بقى رياضة بالظبط؟ كورة، جيم، بوكس، ايه بالظبط؟ فاهم؟ الموضوع كبير، فلازم تحدد انت عايز تعمل ايه بالظبط. تاني حاجة وهو هعملها ازاي. عايزين خطة في الموضوع دوت. مثلا هنزل جيم، كويس، الجيم جنب بيتي مثلا، ولا هنزل جيم بعيد؟ لا، هنزل جيم جنب بيتي عشان يبقى قريب. حلو، بكام الاشتراك؟ بكذا. حلو، انا هنزل اعمل اشتراك دلوقتي. خلصت خطة. عرفت انك هتبدأ ايه، هتبدأها ازاي، وهتنهي الموضوع ازاي، دي الله اعلم. بس انا بتكلم كجيم، يعني هتنهيها ازاي الله اعلم. بس انت خلاص طالما خدت الخطوة ونزلت يبقى دي حاجة كويسة جدا. مثلا حاجة تانية، هروح مثلا اخد كورس. حلو، كورس ايه؟ كورس مثلا عن الانجليش، هتعلم انجليش. جميل جدا. هتاخد كورس مع مين؟ مع واحد اسمه الف. حلو، شخص الف دوت جميل جدا. خلاص، الكورس دوت تاخده ازاي؟ هاخده مثلا هو ممكن 8 محاضرات، كل محاضرة ساعتين. جميل جدا. انا كده قررت انا هبدأ ازاي وهعمل ايه، او بمعنى اصح عملت خطة هعملها ازاي. تالت حاجة، خلاص كده انا حددت انا عايز اعمل ايه، هعملها ازاي. حفز نفسك بقى. ازاي؟ مثلا خلصت ساعتين اول محاضرة، حلو، طبقت ولقيت نفسك فعلا بتتحسن وفعلا بتبقى احسن. جميل جدا. كافئ نفسك بقى. كافئ نفسك ازاي؟ انك مثلا تتفرج على فيلم انت بتحبه، تجيب حاجة تاكلها انت بتحبها، مثلا تخرج في مكان انت بتحبه، وهكذا. كافئ نفسك علشان تحفز نفسك انك تكمل في الحاجة اللي انت بدأتها علشان توصل للنتيجة اللي انت عاوزها. وبكده علشان نغير السلوك اللي هو التسويف المماطلة ونخليه انضباط والتزام، ونعمل اي حاجة من غير ما نأجل. رابع حاجة، التخلص من المشتتات. للأسف في الوقت اللي احنا عايشين فيه المشتتات بقت كتير جدا جدا، اكتر من اي وقت قبل كده. بس الكلام ده طبعا مش هيعطلنا، عادي عادي جدا. الموضوع بكل بساطة الحل بتاعه انت دلوقتي في الجيم، كل تركيزك في الجيم. خلص جيم وبعدين شوف تمسك تليفون، هتروح مثلا تكلم مش عارف مين، هتعمل ايه، هتروح بس تشوف ستوري هنا، هتعمل حاجة هنا، ماليش دعوة. انا اخلص اللي انا بعمله وبعدين اشوف. مثلا انت بتاخد كورس، لو ايه اللي حصل هخلص الكورس وبعدين اشوف الدنيا. فاهم؟ فتحاول تبعد عنك اي تشتت، مش اللي هو برضو بعيد خالص عشان ده مش حل. يعني مش اللي هو انت تكون قاعد في اوضه بتاخد الكورس والتليفون بتاعك في اوضه تانية وكل حاجه بعيده عنك خالص. هو مش موضوع يعني للدرجه دي، لا عادي، التليفون قدامك بس انت مركز. هخلص ده وبعدين ابقى امسك التليفون، مفيش مشكله. فاهم؟ لما تتعامل مع نفسك كده هتحس اللي هو ايه، انت فعلا قادر تعمل حاجه من غير ما تكون اللي هو خلاص مسج جت وقف كل حاجه وهشوف الحوار ده. لا،
يعني خليك قوي مع نفسك، اللي هو انت عارف هتعمل كذا، اخلصها وبعدين اشوف الدنيا ما طارتش. تمام. فاتخلص من المشتتات. خامس حاجة واخر حاجة معانا النهاردة، علشان نغير السلوك، علشان نحوله من سلوك سيء اللي هو مماطلة وتسويف لسلوك كويس ايجابي، وهو انضباط والتزام. وهو خليك قوي مع نفسك. ازاي؟ يعني انت خلي قرارك يبقى ليه قوة، يبقى ليه هيبة. خدت قرار هعمل كذا دلوقتي، هاخد كورس فلاني، مش هسوف كذا، مش هعمل كذا، خلاص خليك قوي مع نفسك. زي ما قلت لك عقلك هيفضل يقولك خليك في منطقة الأمان، وما تعملش حاجة جديدة، وما تاخدش خطوة إيجابية في حياتك، وهيخوفك من كل حاجة كويسة انت عايز تاخدها في سبيل الحاجة ديت. هتخليك في حياتك أفضل بكتير. يعني انت لو خدت كورس مثلا في شغلك ليه علاقة بشغلك، هيخليك أحسن في شغلك. كورس تاني هيخليك أحسن، فهيبقى قيمتك في الشغل أحسن، فهيبقى سعرك في السوق أكتر عشان انت اتعلمت حاجات أكتر، وهكذا. فخليك قوي مع نفسك، وخلي قرارك أنا هتعلم كذا، أنا هعمل كذا، يبقى ليه إيه؟ مش اللي هو كلام عادي ماشي هبقى انزل بقى وبتاع، وتخلي المماطلة أو التسويف يسوقوك لموضوع أو لمكان انت مش حابه. لأ، خليك قوي مع نفسك. في النهاية يا صديقي عايزك تعرف ان الموضوع هياخد جهد، هياخد جهد كبير، وهياخد وقت، هياخد وقت بس مش وقت كبير، هياخد جهد اكبر. وفي النهاية لازم تكون صابر علشان تقدر تحصل على نتيجة في انك يعني زي ما تقول كده ايه، بعد الفيديو دوت لو انت طبقته، وان شاء الله هتطبقه، يعني لو انت خلاص طالما سمعت هتطبق الكلام دوت، زي ما تقول كده هتعيد برمجة عقلك، وهتلغي لها حاجة اسمها مماطلة وتسويف، وهتخلي اللي هو اي حاجة انت عاوز تعملها هعملها ازاي، خطة عشان اعملها. حلو. بعد ما عملت الخطة هخلي حاجات تحفزني، هبعد عني المشتتات، هعمل الحاجة اللي انا عايز اعملها. الموضوع مش صعب ومش واو، بس عايز حاجات بسيطة، تريكات بسيطة اللي انا قلت لك عليها، وفي الاخر هتلغي حاجة اسمها مماطلة وتسويف في حياتك، وهتخلي في حاجة جديدة اسمها انضباط والتزام. وخليني برضه اوصل لك حاجة، يعني حاجة كده على سبيل التشويق، والحاجة ديت هتكون سبب اساسي انك هتعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها في الفيديو. وهي بص، خلينا نفترض ان انت مثلا عاوز تاخد كورس في حاجة الف. تمام. كورس الف دوت هيفيدك اكيد في حياتك. حلو. قلت انا هاخده خلال السنة ديت، والكورس هيقعد معايا خلال سنة. جميل. هل السنة بعد ما تخلص وانت خدت الكورس، بعد السنة هتبقى انسان جامد صح، وهتتعلم حاجات اكتر، وممكن السنة اللي بعدها تاخد كورس تاني. حلو. طيب لو السنة خلصت وانت ما خدتش الكورس، بعد السنة ممكن تاخد الكورس على فكرة، بس هيكون بعد ايه؟ بعد سنة. اللي هو خلاص الوقت ايه؟ معداش قوي، بس في نفس الوقت كان ممكن تاخده في السنة اللي انت قلت انا عايز اخده فيها، وبعد كده هتاخد حاجة جديدة، فالكيرف بتاع حياتك هيعلى اكتر واكتر، وهتتعلم حاجات اكتر. بكل بساطة طالما كده كده الوقت هيعدي، ليه ما يعديش بالحاجات اللي انت عاوز تعملها، وتعمل فعلا الحاجات اللي انت عاوز تعملها من غير مماطلة وتسويف. فكر فيها. وبس كده. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى لو استفدت من الفيديو ولو 1%، انزل اضغط لايك وسبسكرايب، وان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتبقى ضرب نار. انا شغال على الحوار دوت الفترة ديت جامد جدا، وان شاء الله اللي جاي هيبقى موت. وبس كده. سلام.